طب مين يعدهم لي بقى تاني؟ عايز اعرفهم. نعدهم مع بعض، انا عايزكم تحفظوهم واحد واحد كده. الله يبارك فيكم. ابص عندي كده جايز التقط معلومه ولا حاجه. حافظهم والله. تبقوا توحيد العباده، توحيد الالوهيه. تعال تعال تعال, تعال. انت حكايه احنا نديك الجزء بدري. تعال الله يكرمك. انت اسمك ايه؟ ها؟ يوسف. ربنا يبارك فيك. انا اقول لكم على حاجه قبل ما يوسف يتكلم. واحده من الاخوات ربنا يبارك فيها اتصلت علي بتقول لي ممكن يا شيخ تسمح لي انني ما اعملش الابحاث لمده اسبوعين او 3 عشان عندي امتحانات؟ فقلت لها يا بنتي نسمح لك. ما نسمحش ليه؟ اخد بالك ازاي؟ خير. انت يعني في كليه ايه؟ قالت لي انا بدرس مش في كليه، انا في ثانيه اعدادي. في ثانيه اعدادي وانت عملت ابحاث؟ قالت ايوه انا عملت بحثين وبعتهم على المنتدى ولا على بالايميل. في ثانيه اعدادي وفاهمه الكلام ده؟ قالت والله فاهمه كل حاجه وبكتب واعمل بحث. ما شاء الله. في ثانيه اعدادي؟ في ثانيه اعدادي. يعني في ثانيه اعدادي المساله صعبه ان واحد لكن كله يستوعب. لكن انا لما شفت تبقى قلت يبقى معذوره الاخت صحيح. ربنا يبارك فيك. قول لي يا حبيبي يلا. توحيد العباده، توحيد الالوهيه، توحيد القصد والطلب، توحيد الاراده، توحيد الغايه، توحيد الشرع والقدر. الله يبارك فيك ويبارك في اهلك. اللهم امين. انت قلتهم بسرعه لكن يلا زي بعض. ربنا يبارك. انا عايز اجيب لك هديه من اشعار. ما فيش كتاب كده ولا لك هديه عندي هجيبها لك المره الجايه. ها؟ لا العصير مش ده الاكرام المطلوب. ها؟ في اسطوانات موجوده؟ هات لي اسطوانه. اديله اسطوانه ولا حاجه. هو حافظهم من المره اللي فاتت طبعا. ده معناه ان في ناس بتحرص ما شاء الله علماء باذن الله تعالى. ربنا يبارك فيه. طب عدهم معايا تاني بقى اصلا نسيت. توحيد ايه؟ المصطلحات اللي بتطلق على النوع الاول. توحيد الغايه، توحيد الالوهيه، وتوحيد العباده، وتوحيد الشرع والقدر، والقصد والطلب، وتوحيد الاراده. انا قصدي بقى في المحاضره دي اقول لكم ليه سموه بالاسماء دي.